بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه اخواتي وأهلي وأصحابي؟ عاملين ايه؟ وحشين جدا. النهاردة هنعمل مع بعض معاكم العجة المصرية إن شاء الله، وهي سهلة جدا. هي مكوناتها بسيطة. فهنعمل ايه؟ أنا أساسا عشان ما اطولش الفيديو عليكم جايبه نص بصل اهو، ومحمراه اهو، ده كده اتحمر. المقادير في حبه زيت. والمقادير بقى عباره عن نص طماطم، ربطه شبت وبقدونس وكزبره، وهنا فلفل الوان، طبق فلفل الوان، ومعاهم واحدة كوب عادي. هنا ربع مشروم او نص اللي انتوا عايزينه بعد اللي انتوا تعملوه. وهنا بقى الحاجة الاهم بقى التسع بيضات. 9 بيضات اهم معاكم محطوطين. ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ احنا دلوقتي طبعا غير كده البهارات بقى. البهارات عبارة عن ملح اهو، فلفل اسود، كمون، حبة نقطة شطة، هنا نص او ربع بيكنج باودر، وهنا معلقة كربوناتو. هنا معلقة ايه؟ كربوناتو. دي البهارات هنقولها تاني: ملح، فلفل اسود، كمون، حبة شطة صغننين جدا، نص معلقة او ربع معلقة بيكنج باودر، هنا معلقة كربوناتو. هنا بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو، هنا حمرت البطاطس في حبة زيت هتحمروا اهو، تحمروا معاكم. البصل، معلش انا اسفه، ده البصل هو اتحمر معاكم، بس تعالي كده، معلش نص البصل ده اتحمر خلاص اهو، عشان ما اطولش الفيديو عليكم. هنا ممكن احط هنا حطيت ممكن احط حبة توم كده في البصل وبتحمر. حمرت اهو عشان قلت ما اطولش عليكم الفيديو، فحمرت البصل الاول. بعد كده ايه؟ هحط المشروم ياخد كده المشروم ناخد غلوه كده برضو، حاجه كده بسيطه على المشروم. هحط بقى ايه؟ حبه شبت وبقدونس وكزبره، نخلي الباقي ني وتحط في ايه؟ مع البيض في الصينيه. حبه اهو، حبه اهو نحمره مع المشروم، البصل، كيس الثوم، ريحتها جميلة بسم الله ما شاء الله.
شويه اللي هيتم. المجموعه دي لازم تبرد. البصل، الخضره على المشروم، المجموعه دي لازم تبرد خالص عشان لما تتحط مع البيض ما تبقاش ايه، اخليه مقلي. خلاص كده. ايوه تقليبتين تاني عشان المشروم بس ايه لازم يتحط على النار. كده يعتبر ايه استوى. ادي البصل والمشروم ونقطة ثوم مع الخضرة كده ايه، لازم بقى ايه، خلاص قفلنا عليهم، لازم يستووا كويس ويبردوا. وبعد كده ايه هزود المكونات كلها عليها اللي هي الطماطم اهي، وبقيه الخضره، ربطه شبت وبقدونس وكزبره، وهنا الفلفل الالوان، وهنا بقى ايه هحط البهارات. البهارات اهي هقولها لكم تاني: ملح، فلفل اسود، كمون، نقطه شطه، ربع معلقه بيكنج باودر، وهنا ايه كربوناتو، معلقه كربوناتو، هنا معلقه ايه كربوناتو، وهنحط معاهم ثواني اهي 9 بيضات، 9 بيضات. كل ده يتقلبوا. بس لازم المجموعه دي تاني هعيدها لكم: البصل والنص الخضره والمشروم، وحطيت حبه توم صغيرين جدا اهو، خلاص اتحمروا. بس لازم يبردوا ليه؟ علشان خاطر البيض، عشان خاطر البيض ايه لازم عشان ما يعملش زي البيض المقلي، عرفتوا؟ لازم يبردوا عشان ما يبقاش زي البيض المقلي. ودي تتعمل في الغدا، في العشاء ممكن تتعمل معاها بقى حبة سلطة، بطاطس، بتنجان وفلفل مقليين بطماطم او بخل مع البتنجان. الفلفل برضو يتحط مع الطماطم او يتعمل بملح عادي. فلازم الحاجة دي تبرد، لازم الحاجة دي تبرد. فان شاء الله ان شاء الله باذن الله اول ما دي تبرد هبقى معاكم، والحاجه دي تقوم جايه عامله معاهم الخلطه كلها، وبعدين ان شاء الله هبقى اوريكم ايه وانا بحطها في الفرن. وهنا بقى حط ايه اهو قدامكم صينيه مدهونه بزيت، صينيه مدهونه بزيت، القعر بتاعها اهو والزيت اهو الزيت اهو، علشان برضو ايه ما تمسكش. وان شاء الله اول ما هاجي هبقى اعمل معاكم الخلطه كلها باذن واحد احد، لازم هبقى اوريكم كل حاجه، وهوريكم التاتش الاخير. ممكن هعمل معاها بطاطس وحبه سلطه، هقلي معاها بطاطس وحبه سلطه. فلازم بقى ايه
اللي نفسه في اي حاجة يبقى يعملها، يعني بطاطس مسلوقة، يعمل سلطة بتنجان وفلفل زي ما قلت لكم. فلازم ان شاء الله نبقى مع بعض، هبقى معاكم وهوريكم كل حاجة ولغاية التاتش الاخير ان شاء الله، وهحطها في الفرن. وبعد كده ايه، كل حاجة معاكم ان شاء الله، لان انا بحبه. هرجع لكم تاني. يلا.